السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. في الفيديو ده هنعرض تفاصيل مصيف نقابة المهن الزراعية في مرسى مطروح. صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعالوا نبدأ. في البداية كده حضروا كوباية الشاي الحلو وتعالوا نستمتع مع بعض بالمناظر اللي هنشوفها. عايزة اقول لكم ان المنظر ده مش متصور من شاطئ عجيبة، لا، ده المنظر والفيو اللي هتشوفوه لما تكونوا قاعدين في مصيف نقابة المهن الزراعية في مرسى مطروح. واول حاجة لازم نقولها لما نشوف المنظر ده طبعا لازم نقول سبحان الله. يلا بينا نستعرض تفاصيل المصيف مع بعض، بس ما تنسوش لايك لانه بيفرق مع صانع المحتوى جدا، وتعليق باي استفسار عايزين تستفسروا بيه، وكمان تشتركوا في القناة لو مش مشتركين فيها. المكان هناك عبارة عن شاليهات وغرف فندقية، والمكان الواسع ده لو الأطفال هتلعب فيه أو تقعدوا فيه، وطبعا فيه بوابة في النهاية عشان يعني لو أطفال هتلعب فيه ما يبقاش متاح ليها إن هي تخرج برا الشارع. وانتوا قاعدين في مقر المصيف من جوه انتوا شايفين أصلا اللي بيعوم في البحر، شايفين البحر، مستمتعين بهواه، مستمتعين بالمنظر بتاع البحر نفسه، زي بالظبط كأنكم قاعدين برا على البحر نفسه. المكان بالليل طبعا بتبقى القعدة فيه جميلة، والأطفال لو عايزة تلعب فيه، الكبار لو عايزين يقعدوا. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ مع بعض جولة مصيفية بكل التفاصيل. دلوقتي أول ما بتستلموا الشاليه بتاعكم أو الغرفة الفندقية بتستلموا البوكس ده. البوكس ده فيه كوبايات بعدد المصيفين، وفيه الشوك، وفيه المعالق الخاصة بيكم اللي هتسلموها في الآخر خالص. وكمان بتستلموا بقرة مناديل وصابونة والسفنجة الخاصة بغسل المواعين. دلوقتي هناخد جولة مع بعض في الشاليه، وده كان شاليه دور أرضي. عايزة اقول لكم ان صورت فيديو للغرف الفندقية بالكامل وبالتفاصيل، برضو تقدروا ترجعوا له على القناة، وهسيب لكم اللينك الخاص بيه في صندوق الوصف. الشاليه ده كان مكون من غرفة وريسبشن وحمام وبلكونة، وده الريسبشن الخاص بالشاليه. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ما تنسوش تحطوا اللايك والكومنت وتشتركوا في القناة لو كنتم مش مشتركين. هنا ده بقى المكان المخصص للأكل، وبخصوص الأكل في إمكانية هناك لو مش هتاكلوا في المكان ده ممكن تطلبوا الأكل على الشاليه الخاص بيكم أو الغرفة الفندقية وبيوصلوه لحد عندكم. المكان ده مكيف وفيه مراوح، وكمان في حاجة كويسة جدا ان هو مراقب بالكاميرات، فدي حاجة مهمة جدا وكويسة جدا. عايزة اقول لكم حاجة، دي بناء عن تجربة شخصية في المكان. هناك بيهتموا بالنظافة جدا، دي تجربتي اللي انا لمستها يعني. كمان هم ناس ذوق جدا 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 في المعاملة، ودي برضو بتكلم بناء عن تجربة شخصية. طبعا لو تلاحظوا انا صورت لكم كل التفاصيل الخاصة بالمكان. دي كافيتيريا برضو. دلوقتي هاخدكم جولة في الأكل اللي بيتقدم هناك. طبعا المصيف بيبقى شامل التنقلات من مقر النقابة للمصيف هناك في مرسى مطروح، وطبعا العودة، والوجبات اللي هي الفطار والغدا. دي كانت وجبة من وجبات الفطار هناك، طبعا زي ما حضراتكم شايفين شكلها حلو جدا. ودي بيبقى فيه تغيير هناك، يعني مش كل يوم هو نفس الفطار ولا كل يوم هو نفس الغداء، لا خالص، فيه تنوع كويس جدا في الأكل، وحضراتكم هتشوفوه بالتفاصيل دلوقتي. كمان تحس القائمين على الأكل هناك عندهم نقطة الإبداع في الأكل. هو مش بيقدم لك وجبة والسلام، يعني بطاطس مع فول، بطاطس مهروسة ايا كان، لا هو مديها وش ووش في الفرن، حاجة كده فيها إبداع، متقدمة كده بذوق، متقدمة بذوق كده وبطريقة كويسة جدا. طبعا زي ما ذكرت في نقطة التنوع في الوجبات. دلوقتي جينا طبعا لوجبات الغداء. زي ما حضراتكم شايفين كده، في يوم بيبقى فيه مكرونة بالصلصة وبطاطس. بصوا ده الإبداع اللي بقول لكم عليه، يعني عاملين حاجة كده بمزاج. يوم السمك، في يومين هناك خاصين بالسمك، معرفش دي حاجات متغيرة ولا ثابتة. السمك بتبقى سمكية بولتي وسمكية مشوية ورز. في معلومة مهمة، لو حد ما بيحبش السمك في اليوم ده بيبلغ الشيف قبلها. طبعا اليوم الرائع اللي هو اليوم الخاص بالمكرونة البشاميل، وفي تنوع. يعني بصوا، شوربة لسان عصفور وسلطة، وطبعا الحلو أساسي مع أي وجبة، سواء بيكون حاجة حلوة أو فاكهة. ده كان يوم كمان من الوجبات، كان رز أبيض ولحمة بالصوص وفاصوليا. يوم كمان كانت الوجبات فيه كانت عبارة عن رز بسمتي ولحمة برضو بالصوص وطواجن وسلطة وفاكهة اللي هي مشهورة بيها مرسى مطروح وهي التين. يوم السمك وده اليوم التاني، عذرا، وده اليوم التاني للسمك، بس مش بيبقوا يومين ورا بعض.
دي كانت الوجبة المختلفة عن السمك، زي ما قلت بتبلغوا الشيف قبلها. دلوقتي هاخدكم جولة في الجزء الخاص بالغرف الفندقية. الجزء ده فيه فيو خلفي وفيو أمامي، وطبعا مصوره لكم التفاصيل الخاصة بيه في فيديو على القناة لوحده. دلوقتي ده كان من حسن حظي وانا طالعة اصور، كان وقت اذان فصورت لكم الاذان في الجزء الخاص بالصلاة في مقر المصيف برضو. دلوقتي هتستمتعوا بالمنظر اللي صورته من فوق، طبعا منظر رائع جدا سبحان الله. يعني منظر البحر والوانه، ومرسى مطروح طبعا مشهورة برضو ببحرها وجماله، وانه بحر راقي وتحس ان المية فيه شفافة، ومنظر السماء. عايزه اقول لكم ان الفيو هنا بيبص على 2 شاطئ، مش شاطئ واحد، شاطئ النخيل وشاطئ رمل. وفي الموقع ده المواصلات لأي مكان في مرسى مطروح متاحة لأنكم على الطريق نفسه، فتنقلاتكم هناك هتكون سهلة. في نهاية الفيديو أتمنى أكون جاوبت على تساؤلاتكم بخصوص المصيف هناك، وبشكر كل القائمين على المصيف في مرسى مطروح وفي القاهرة. واحب بس اطلب منهم طلب صغير، يا ريت الوقت اللي بيبقى ما بين تسليم الشاليه واستلامه ما يبقاش كبير، لان بيبقى فيه اطفال وناس كبار، وكمان بيبقى فيه وقت طويل بنقضيه في الطريق، فالوقت ده يا ريت نختصره شويه. وفي النهايه شكرا بجد نقابه المهن الزراعيه على كل هذا الاهتمام من القلب، وشكرا جزيلا. مصيف 2025 مرسى مطروح.